السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات، عسلامتكم، شراكم؟ مرحبا بكم بناتي، خواتاتي، حباباتي، مشتركاتي العزاز، عسلامتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكون صحتكم مليحة. اللي عندها وليدات في الفروض ان شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم وربي يعينها عليهم، واللي ما عندهمش اولاد ان شاء الله ربي يعمر حجرهم الناس الكل ان شاء الله يا ربي، لا تحرم انسان من هذه النعمة. اليوم ان شاء الله راح نحكيو في واحد الموضوع راهو عامل حالة في اليوتيوب، بين واحد يقولك ما مليح يصلح، والاخر يقول الاخرى تقولك ما يصلحش، والاخرى تقولك تكومونتي تقولك لا وعلاه ديروا لنا في الشيء هذا واللهفه والدنيا راح تفنى وما باليش وشي هي. راح نحكيو على دار العوله ولا بيت الخزين كما يسميوه في مناطق، يعني كل واحد كيف يسميه، دار العوله، دار ستيره، بيت الخزين، ستوك، كل واحد كيفاش يسميه. كاين ناس تأيد وتقولك مليح وينفع وتلقاه وقت الشدة وتلقاه وقت مرضى ويعني ينفع إنسان سواء عنده ولا ما عندوش، اللي عنده ينفعه واللي ما عندوش ما ينفعه. وكاين ناس تقولك لا، عيشوا عقد، عيشوا اليوم وما تفكروش في غدوة، لأنه غدوة في علم الغيب، يعني ربي هو اللي عالم به، ما بالناش برواحنا راح نموت ولا راح نعيشوا، وعلاه علينا حتى نكدسوا هذه السلعة ونضلوا نشريو ونخبيو ونعملوا حوانيت في دارنا، نخبيو صويردات تحت روسنا نلقاهم. كاين يقولك كيما هكا، يقولك أنا نخبي نعيش اليوم، نعيش عيشة ملاحة اليوم، وغدوة في علم الغيب. شوف ربي وقتها يا حي يا ميت يا كيفاه. هنا كل واحد والتفكير تاعو، احنا ما نسيفوا على حتى لا واحد ونقولوا حتى الواحد دير ولا ما تديرش، احنا نعطيو افكار، كل واحدة تمد الفكرة اللي عندها، وانتي تحبي تستفيدي من الفكرة وتدي الفكرة وتزيدي تطوريها وديري ديري حساب واش عندك انت، حساب ميزانيتك وحساب دارك وحساب عائلتك، حساب ولادك، حساب ضيافك اللي يجيو. تحبي ما ديريش كيف انت حره، بصح ما تسيفيش على الناس. انا ندخل بعض القنوات ونشوف الناس يعني يدخلوا كيفاه يكتبوا هذوك لي كومونتير الجارحه، يجرحوك عيناني تاع ما مش دون قصد، يعني بقصد يجرحوا بقصد. تقولها انت ملهوفه، انت جيعانه، انت خلقتي في عام شر، انت عملتي ازمه في البلاد ولميتي الزيت ولميتي السكر كله، وشي هذا الشيء عيب شويه. هذه الحوايج يعني المفروض ما نكتبوهاش. حبيتي ديري ديري، ما حبيتيش ديري انت حره. تكتبي تعليق حتى كي تكتبي نصيحه يعني القناه ولا حاجه، اكتبها بادب، شويه شويه نترقاو ونكونوا رقيات شويه في التعاليق اللي نكتبوها. اليوم احنا راح نحكي على دار العولة. احنا هذه العادة متوارثينها من بكري، مش من اليوم. يعني دار العولة ولا دار الخزين ما جاتش في هاد العامين ولا 10 سنين ولا 15 سنة الأخرى. هذه من جد الجد الجد حاجة متوارثينها من بكري، كما الاسم، كما كي تورثي اسمك من جد 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 جدك. هذه الحوايج توارثناها من جدودنا. كنا بكري حلينا عينينا ندخلوا نلقاوهم يعولوا كما يقولوا هما. راح نعول، كاينه العولة الشتاء وكاينه العولة الصيف. العولة الصيف اللي هي يفتلوا لك الكسكسي ويفتلوا العيش ويديروا شخشوخه اللي ميبسه ويبسوا طماطم ويديروا يرقدوا الفلفل، يديروا القمح كي وقت الحصاد، وقت في الصيف وقت الحصاد تاع القمح يديروا يخبيوا العولة تاع القمح، يديروا الروينه، يديروا يعني قداه حاجه هذه كلها يديروها من بكري مش من اليوم. يفتلوا المحمصه، يديروا الخليع في وقت العيد، ولا ما كانوا يذبحوا بكري في الصيف، يعني بلا عيد مش شرط يكون عندهم العيد يذبحوا في الصيف. وهذاك الحم هذيك كما نقول حنا صفاقات هذيك ولا شطوب وكل يديروها خليع ويخبيوها مش شرط في العيد، حتى وقت نفقه تجي منفقه ولا يذبحوا، ولا بكري كانوا يعملوا ذبيحه ويعملوا نفايق، يحكموا هذاك الحم اللي يفضل يخلعوه ويديروا له الملح ويبسوه ويخبيوه وقت الشتاء تقولك نلقاه. وكاين الحوايج تاع الشتاء، الحوايج تاع الشتاء اللي هي خبيو يقولك بكري كانوا يخافوا منه، كانوا يخافوا من العزله، كانوا تعرفوا بكري كانت الناس تسكن في الجبال، كانت الحوانت بعيده، كانت مش كيما درك كل حاجه متوفره قدام الباب. هذه اتوارثناها احنا من عندهم. تلقى عندهم السكر بالعام، تلقى عندهم القهوه بالعام، تلقى عندهم الزيت. الزيت انا نشفى عليه كانوا يشريوه في البرامل، ما يشريوش كيما هكا، مش كيما دركا باد نتاع تاع 5 يطرات وقرعه تاع يطرا والقرعه تاع يطرتين. بدون بكري جيري كان هذاك الكبير اللي نعمروا فيه الماء تاع 20 و 40 يطره نشفى عليه كانوا يشريوه زيت معمر. السكر كانوا يشريوه شكاره تاع 50 كيلو، 50 كيلو تقعد لهم قداه. يعني مش حاجه جديده هذه، وتلقاهم يخبيو ديما. هما بكري برك الفرق اللي بين درك وبكري ما كانوش يحدوا الهدف،
ما كانوش عندهم هدف، كانوا يخبيو على جال الضيف، يخبيو على جال تجيهم حاجه هكا مناسبه، تجيهم مرضى، تجيهم مثلا تصب النوط، تتقفل كان الثلج بكري يصب ديما الثلج، تتقفل الطرق، تتقفل النوط، الدنيا تفيض، الودان تفيض. على هذا الاساس كانوا يخبيوه. مش كيما دركا واش الفرق اللي بين بكري ودرك؟ درك عاد كاين بعض القنوات يعني ما شاء الله انا شفتهم تحدد الهدف على اي اساس راح تعمل هذه دار العوله تاعها، عندها هدف. وكاين الاغلبيه تخبي بركه تقولك نخبي به نلقى في رمضان، نخبي به كي جيني يعني الدخول المدرسي، ولا يجيني العيد الكبير، ولا نلقى العوله تاعي مخبيه هذوك الدراهم اللي في العوض نروح نقضي بيهم، ونجيب قهوه ونجيب سكر ونجيب زيت وطماطم وفارينه وسميد وحوايج. لا، نخبي هذوك الدراهم نلقاهم نروح نشري بهم يا اما الكبش تاع العيد، يا اما نكسي بهم وليداتي للدخول المدرسي، يا اما نشري لهم لي زافير، يا اما كل واحد كيفاه. شوفوا انا زوز قنوات تبعتهم وعجبوني مليح. انا درت دار العوله تاعي وفرغته وندمت يعني لاقصى درجه، لاني فرغته خلاه، المفروض ما نفرغوش. اللي فرغته كنت معمراته يعني، بس ما كنتش عامله فيه كل شيء، كنت عامله مواد الغذائيه وعامله شويه مواد تنظيف، مش عامله يعني كميه، مشني عامله لوازم الدار كامل. يعني انا شفت بعض القنوات كل ما يلزم الدار، اي حاجه في الدار تستعملها عاملينها، يعني ما شاء الله عليهم. هذاك اللي يعود عنده هدف. كي تعودي عندك هدف محدد، الهدف تاعك قد تعملي بيت الخزين تاعك ولا دار العوله تاعك بهذيك الطريقه. بصح كي تغودي برك راح تخبي يعني باش توكلي كيما نقولوا في باش توفري في للعيد الكبير، ولا توفري الدخول المدرسي، ولا توفري للرحلات في الصيف. كاين الناس يخبيو تقول لك نخبي باش في الصيف نعمل ندي ولادي البحر، نديهم رحله، نديهم يحوسوا، نفرهد عليهم شويه. هذا مش شرط يعني تخبي كل شيء، ومش شرط تخبي كميات كبيره. تخبي عقد ما هذيك الميزانيه تاعك يعني اللي عملتها. مثلا انت العيد الكبير تخبي نقولوا مش راح تخبي كل الشيء اللي راح تخبيه، ومن بعد راح يشري لك هذوك الصوارد اللي راح تشري بيهم القضيه، راح يشريوا لك الكبش تاع العيد. راح تخبي نص، نقولوا قيمه مليون، مليون ونص، حتى لزوز ملايين. تلقاي الشي مخبي عندك، هذه قهوه وهذا سكر وهذا زيت وهذه طماطم وهذه، تلقايهم مخبيين عندك. الدراهم اللي راح تشري بيهم هذه الحوايج تلميهم وتحطيهم دور على دور على دور على دور، ني يتلموا لك يولي لك، ولا تكسي ولادك. ولا انا ان شاء الله كنت تكمل دار العوله تاعي كانت معمره واستهلكتها كامله على خاطر دراهم كنت نلم فيهم، وشريت بهم حاجه معينه يعني كانت في خاطري شريتها. بصح ندمت، فرغت كل شيء، ما خليت حتى حاجه. بصح غلطت، المفروض ما نفرغش كل شيء، نخلي شويه. ومن بعد يعني به كي نعاود نعمره من اول وجديد نلقى روحي عندي هكا ريزيرف. شوفوا هنا هذه القرعه نعطي لكم فيها. هذه القرعه اللي تفضل لي من الشهر. هنا قلنا بيت الخزين كل وحده كيفاش تعمره، كل وحده والطريقه اللي تعمر بها بيت الخزين تاعها. كاين اللي تعمل مصروف، وكاين اللي ما تعملش كيما عامله انا هذه هكا. شويه تفضل لي، مثلا تفضل لي شويه زيت نديه نحطه في قرعه، تفضل لي شويه طماطم، مش تفضل لي كيما نحل باطه. مثلا حليت لي بدون زيت، نحي كاس نحطو هذه قرعه قديمه حطيتها، نحي كاس نحطو في البطاطا في قرعه الزيت، نحي شويه طماطم، نحي شويه، كل مره كيفاه. وكاين عباد اخرين عاملين ميزانيه، مثلا عامله 50 100 200، كل وحده كيفاه. هنا شوف نعطيلكم كاين حوايج تاني بروموسيون ما شاء الله، عامل حاله البروموسيون درك اللي عندها غير تروح تستغل. شوفوا هذه المقارونه هايله، شريتها ب5000. شوفوا احنا درك عبانا بلي اقل معجنات هي محبوبه، يعني نوعيه طايحه خلا تعمل 5000 الساشي تاعها، سواء ليتلي ولا مقارونه. أه بصح هذيك ولا ما نعرفش لا مارك تاعها، ما عباليش واش هي. يعملوا ب5000. شريتها وجربت منها وعجبتني، وليت رحت جبت 3 كيلو منها، نلحق منها ان شاء الله. ما عندها فيها دويده، فيها المحمصه، وفيها تليتي، نزيد نلحق منها. هنا تليتي تاني انا نستعملوا ياسري ياكلوه يعني راجلي ولادي. عندي منه 3 كيلو ولا 4. هنا السكر تاني كيف عندي. الحوايج اللي ما تفزدش، ركزي على الحوايج اللي ما تفزدلكش. الطماطم، السكر عندي ساشي تاع 5 كيلو، عندي زوز ساشيات تاع زوز كيلو زوز كيلو. طماطم تاني كيف. شوفوا هذه طماطم تاني بروموسيون عاملينها، فيها 350 غرام ب10,000. يعني تشري زوز بطاط فيهم تقريبا 700 غرام.
700 يجيوك ب20,000، والاخرى هاي فيها 750 الكبيره ب25 وب27 هي شويه مش نفس اللون، يعني مش غامقه بغامقه مليح كيما الطماطم الاخرى العاديه، كيما كعب ولا كيما ازدهار ولا، بصح ملاحه يعني الحموضه حامضه وبنينه. هنا كي تروحوا تشريوا بركه ركزوا على تاريخ الصلاحيه. تاريخ صلاحيه على خاطر الحاجه كي تفضل لك وتقعد مش راح تفسد لك. هنا تاني هذه القهوه بروموسيون عاملينها ب20,000، باتا قهوه ب20,000. في العودة تشري واحدة ب25، كاين أنواع أخرى القهوة، كاين 23 24 حتى 25 و26. هنا تاني هادي فضلت لي من القضية نتاع الشهر. قلت لكم أنا كي نشري قضية تاع شهر، مثلا نشري زوز بطاط قهوة، نشري سكر، نشري زيت، الحاجة نهز نخبي منها كي نشوفها فاضلة وراح تكفيني شهر كامل وتفضل لي، نهز مثلا بطاط قهوة نخبيها نحطها، نعاون بها في بالتخزين، مش بطريقة دي نعمرو بصح نعاون بها في بالتخزين. هنا الزبدة تانية نستعملها، نعتبرها من الأساسيات الزبدة، خاطر كي تعود عندك بطة زبدة في الدار يعود عندك الزيت يعود عندك السميد، تقدري تعملي أي حاجة شوية زبدة وشوية سميد وانتي عاملة شوية براجل وليداتك، ولا عملت لهم قرصة غرايف ولا حاجة، ما تجوعي ولادك ما حتى حاجة. وفي نفس الوقت يعني حاجة اقتصادية، تعرفوا وقت كاين فيه وقت تغلى الخضرة تعودي ما تقدريش تشريها، يغلى الدجاج تعودي ما تقدريش تشريه، في الحوايج هذوما تعرفي كيفاه المراه هي تعرف كيفاه تسير امورها. هنا تاني شوف هذه الخميره فيها 100 بواحد 100 ساشي، مدة الصلاحية تاعها ديما نشري للمدى البعيد، أنا نشوف ديما من 24 2024 ديما الحاجة عامين على عامين كي تشراها، خاطر ممكن تقدري تستعملها كاملة ممكن ما تستعمليهاش. اشري ديما المدة طويلة الصلاحية، ما تشريش كيما احنا درك في أواخر 2022 تشري 2023 هاو سيبا وصل 2023، اشري ديما 2024 2025 باش هكاكا اذا ما استعملتيهاش صيفه دي عام كامل، يعني ما ممكن تجيك حاله ما تستعمليهاش تقعد لك للعام الجاي مش راح تفزد لك مش راح يصرى لها حتى شيء. هنا الكسكسي روحوا الكسكسي، هذه الكسكسي تاني هاي بروموسيون عاملينها، انا متعوده يعني بكري تعودنا احنا على والدينا، كنت نفتل وحدي ندير شكاره 25 كيلو تقعد لي عامين حتى 3 سنين، نكتر لها الملح بركه كي نعود نفتل فيها ما تفزد ما يصرى لها حتى شيء، من بعد كي تيبس نيبسها مليح نحط لها شويه فلفل هاك كعب نحطو فيها ونحط لها شويه فلفل احمر هذاك تقعد لي عامين و3 سنين ما يصرى لها حتى شيء. من بعد شويه شويه نقصت وليت ندير شكاره تاع 10 كيلو وسنا هاني الله غالب كي تروح الصحة الإنسان ما يعوضها لا مال ولا حتى شيء. هاني شريت هادي شريت شكارة شريت 10 كيلو 10 كيلو جاوني 125,000 وجربتها جات ما شاء الله يعني ملاحة. هنا تاني الفارينة ها هي هادي الفارينة تاني بروموسيون أجروديف ها هي ب15,000 5 كيلو 5 كيلو ب15,000 ها هما 5 كيلو جبت منها ساشي هادي يعني شكاره هادي 5 كيلو حليتها كي لقيتها ملاحه يعني ما زدت عاود جبت منها واحده اخرى. انا كي نشري لازم نشري حاجه صح حاجه صغيره ما نشريش مش نروح نشري كيما الكسكسي كنت راح نجيب كميه كبيره شويه كحله. شوفوا الفرينه شويه كحله مش كيما الاخرى بصح ملاحه تعملي منها ساندويتش تعملي منها مملحات بيتزا كوكا تعملي خبز الدار اي حاجه يعني وتقدري تشري من نوعيه الملاحه باش تعملي قاط. وانا عندي هذيك لابيل مخبيتها هكا نعمل قاط ولا نعمل صابلي ولا حاجه. وهذيك بونه هي نخلط في الواحد في الكسره نعمل منها خبز كوشه نعمل منها. هنا هادو تاني البابي سويتو هاو بروموسيون زوز لفات ومعاهم واحد ب13,000 هادوما تسمى خارج الواحد ب4500 ب4000. وهذا تانا بروموسيون هذا ب20,000 الباكي بخمسة الرولو ب5,000 يخرج لك. هادو لي بابي سيرفيات تاني بروموسيون انا نشري غير انا ما استعملهمش ياسر هادو من الحوايج نخبيهم غير المناسبات هكا في العيد في رمضان تحبي يستهلكي ياسر الحوايج هذه على خاطر ما نحبش نحب تورشون هكا سيرفيات تاع الطبايب خير نشريهم ونستعملهم ونغسلهم كل يوم نقصي عليك المصروف وفعاليين خير فعالية ملاحة يعني خير من دم. هنا هذا الروز كاين حوايج تاني نبدا نشري فيه من درك رمضان يعني نبدا نوجد فيهم كل مره تنقصي حاجه كل مره تنقصي حاجه من يجي يوصل عليك رمضان تلقاي روحك فريتي روحك. هنا عندي هذه بقرطفه شرقيه هادو كل حوايج تاع الماكله يعني ما نشريوش حاجه حوايج تاع الماكله اللي نسحقهم واللي ناكلهم انا واللي ياكلوهم اهل داري راجلي وولادي. الحاجه اللي ما ياكلوهاش ما نشريهاش ما نكذبش عليكم.
نروحوا هنا لمواد التنظيف. قبل ما نروح لمواد التنظيف، هنا هاي الفارينة عندي زوز هادوك تاع اجروديف بونة، وعندي هذيك لابيل 5 كيلو تاني، ما خبيها للقاط ولا كش ما حاجه. هنا الملح نشري بالشكاره، انا ما نشريش بساشي، خلاص جامي. ساشي الشكاره فيها 12 ساشي تاع ملح، تعمل 25,000 ولا 27، كل واحد كيفاه يبيعها. كاين 25، شوفي زي ما تفضلي فيها. تخرج لك تخرج لك نورمالمون ساشي ب2000 ولا ب2500، وكي تشراها من الحانوت 4500، وكاين اللي يبيعها ب5000. هنا هذا روز مفور نستعملو دركا ونخبي منه رمضان. دوك انا نبقى نشري هادم 3 كيلو، كل مره نشري من نروح نقضي قضيان تاع شهر، نشري بزايد ونفرغ في البيدون هذا حتى يتعمر لي، يعقب لي ان شاء الله ما شاء الله. كاين حوايج انا نشريهم، عملت لهم ميزانيه خاصه نشريهم بها، والحوايج هذوما صغار تاع 10,000 و20,000 و15,000 ندخلهم في الميزانيه تاع شهر. هنا هذا سميد قمح، مش سميد، هذا قمح اللي ناكل منه، جبته برك باش نصورهم باش نعطيلكم بين الفرق القمح والسميد. شوف هذاك القمح اللي السميد اللي كاين قمح يبيعوه ويقول لكم هاو كامل وفيه نخاله، هذاك غير يحطوا فيه شويه تاع نخاله ويخلي، ماهوش قمح حر. هذا قمح انا نشريه قمح كعب ونصيره ولا نغسله ونديه نيبسه مليح ونديه للطاحونه نرحيه ونستعمله كيما هاك في الشتاء. نحب ولادي ياكلوا كسرة القمح خير من السميد، يعني صحيه اكثر وتنفعهم. هنا عندي نشا، عندي كيلو نشا، مازال نزيد نلحق نشا خاطر نشا ما يستاهلكوش ديما، يعني غير في كاش ما تعملي قاطو، كاش ما تعملي قريوش، كاش ما تعملي بقلاوه ولا حاجه. يعني 2 كيلو يقعدوا لي ما شاء الله. العام اللي فات شريت 2 كيلو قعدوا لي تقريبا عام. هنا هذه تشيشه تاع القمح، دوك نوريها لكم. هذه صحيه خلاه، يعني تحبوا تخلطوها في القمح. اللي يحب ما يفرزهاش من القمح، يعني ما ينحيهاش ما يعزلهاش، يخلاها تجي الكسره صحيه على الكيف. بعد ياك تبسها بزيت زيتونه ما شاء الله. نهار ان شاء الله نجربها معاكم نديرها لكم. وتاني الناس اللي عندهم الاستوماء، اللي عندهم المعده، يديروا مغرف من هذه الشيشه ويحطوها في بو تاع ياغورت طبيعي وياكلوها صباح على الريق ملاحه ما شاء الله. الانتفاخ تاع الكولون ملاحه، نحي لي غاز. هنا هذا عندي سميد نوعيه ملاحه. هنا انا نشري سميد تاع الكسره، دوك يعود ما عنديش القمح نشري سميد تاع العوالي، هذاك نقولوا له العوالي هاو ب100,000، يجي شويه اكحل ويجي فيه دجيشه هكا حرشه. ونشري شكاره تاع 10 كيلو ولا تاع 25 ساديبون، نوعيه ملاحه. نخبيها نعمل منها الفطير، نعمل منها المطلوع، نعمل منها شخشوخه هكا ملاحه، نعمل المهم نعمل منها الحوايج الملاح. والسميد العوالي ناكل منه. ها شوفوا الدجيشه تاع القمح زي ما تجي، ها هي مش هذيك اللي يحطوها لكم في الفارينه ويقول لكم هي الفارينه الكامله. هذه هي الدجيشه ولا تاع القمح الكامل، تجي تقدري تفرزاها تنحاها، مش النخاله وحدها، النخاله تروح اعلاف الحيوانات. هذه الشيشه اللي لازم تجي في القمح مش النخاله لازم نحيوها من القمح. ها هي هذه تاني مصفيتها، هذيك اللي كانت في البيدون الاولى الفوقانيه اللي تطلع فوق السيار، وهذه اللي تهبط تحت السيار. ها هي تقدري تخلطيها في القمح نورمال وتخلطيها في السميد. انا كي يعود ما عنديش نلمهم هذو نخبيهم، كي يعود ما عنديش القمح نخلطهم في السميد وناكلهم يعني نخبزهم هكا كسره، نقول باش يجيني السميد شويه صحي مليح، يعني فيه فايده مش ناكله برك. هنا نروحوا لمواد التنظيف. مواد التنظيف انا عندي نحب نشري حجم كبير، يعني خير من تشري القرعة. هذيك القرعة تشريها ب17,000 فيها 100 كاين صغيرة فيها مش صغيرة فيها 700 ولا 600، 700 ولا 650 ملي ب17,000. تشري هذا البيدون شوفوها ب77,000، فيه 5 لترات، يقعد لك ما شاء الله. نقولك يقعد لك تقريبا 8 شهور الاكثر. يعني كي تعودي تصاحبي مش انتي تحطي البنات كيما نسالي عندها بنيات صغار تروح تعاول على بنتها تصيق ولا تعاول على بنتها تغسل القرابج ولا تروح القرعه اللي يزيس ولا تجبدي البيدون طيشيه في الكوزينه وتخلي بناتك يسيحوا وتخليهم. لا، حطي عمري قرعه عادي كانك قضيتي القضيه تشهر. نعمر القرعه تاعي ونحطها فوق البوطاجي ونحط بالطرف. هنا جافيل دوز هذاك مقفول اخلا مازالت ما حليتوش، وعندي هذا محلول اللي نستعمل فيه. شوف هي نوعيه الملاحه، هذا دوز الاول اللي مقفول، هذيك نوعيه ملاحه ريحه جافيل بير فيه. اما هذا شويه رغوي، هذا تكلحت فيه انا كي شريت هذا القرعه البيدون المقفول هذاك ب22,000.
مليح ريحته قوية خلاه، يعني تقدري حتى تخفيه بالماء، بصح الآخر رغوي أكتر. هداك جافيل المحلول نقولكم شريته في أواخر أوت، ومع غسلة الزوار وغسلة الفراش وواحد الدرك مازال فيه، يعني هاو تقريبا واحد القرعة فيه، ومازالت عندي قرعة في الكوزينة. هنا هادي تاني لقيتها بروموسيون، مرة خارجة قاعدة ندور نقدي، لقيتها بروموسيون ب27,000. الحجم الكبير، هذه مش الحجم الصغير، الحجم الصغير يعمل 17,000. هذا سائل غسيل اليدين، ما باليش وعلاه. شوفوا لازم يكتبوا سوم المره الاولى، خاطر اليامات هذوم الكونترول وغير يدور عليهم يدور. هنا المره الاولى كاتبين 42,000، ومن بعد نحاو هذاك 2 وداروا زيرو ب40,000. فيها 3 يترات ثقيله تاني ما شاء الله. انا متعوده نشراها، يعني تقعد لي خير من القراع الصغار هذوكا. داو منها النص وقت الكورونا، يشري القرعه تلقاها صغيره قد هكا من 15 وطلع. وهذا ملمع للدلدوسال ولا الكرلاج، يعني قرعه ما نستعملهاش ديما، يعني قرعه شريتها كبيره، نحب قلت لكم ديما نحب الحجم الكبير، 42 ولا ب45 تقعد لي تقريبا عام، ما نستهلكهاش ديما. يعني مره كي تسيقي في 15 يوم تحطي، مش كل يوم كي تسيقي تحطي هذا، لانه اول حاجه راح يدور لك دلدو صال تاعك، وتاني حاجه مش مليح حتى على اليدين على الرجلين. سيق ديما انا ما نستعملوش، نستعمل ايزيس وجافيل. مره في 15 يوم كي نشوف الدلدو صال تاعي شويه ضب بنحط قطره تقعد لي ما شاء الله. هنا قلنا هادو هو بيت الخزين تاعنا. هذه الزبده خاطرنا نوريها لكم، خاطر كاين بعض الاخوات مره لقيت قناه كنت نتفرج فيها، دخلت واحده كومونتات لها قالت لها تجيبي البطاط فارغين وتنعتيهم وتقولي لنا هاني عملت دار العوله وهاني قاعده نشري في قدياني الشهري. مالها هي ولات عاودت الفيديو مسكينه وجبدت هذوك البطاط كل حلتهم لها، قالت لها شوفي هاني نحلهم باش ما تجيش واحده تقول لي بطاط كل فارغين. ها هما. هنا قلت لكم الكسكسي هذه انا رحت نشري لقيتها عاملينها بروموسيون، كنت راح نجيب كميه كبيره ومن بعد خفت كنت نجربها، جبت كيلو للدار. فورتها وطيبتها، جات واش نقول لكم والله العظيم غير كيما مفتوله الفتيل تاع الدار. يعني انا مالفه نفتل من صغري وانا نفتل وراني كبيره، راني قدامكم مش صغيره، وما نعباش بكسكي تاع اي وحده. على هذيك كنت راح نمد الوحده تفتلي، بصح ما كي شفت كسكساها ما عجبنيش بصراحه. نقول لكم ما نقبلش في كسكسي تاع اي وحده تفتلي كسكسي ولا تخدم لي خدمتي. انا متربيه في الدار، نعرف نفتل عيش ونعرف نفتل كسكسي ونعرف كس القمح ونعرف الشخشوخه ونعرف الحوايج ياسر. كي شفت كسكساها ما عجبنيش، بصح هادي كي شفته قلت ندي نجرب. كي جبته للدار وجربته ما شاء الله. الديفولي فيه هو مسوس، ما فيهش حتى نتشه تاع ملح، فاتلينه بالمسس. كي تفوريه برك حطي له كميه ملاحه تاع ملح، من بعد كي تشربيه يهبط هذاك الملح يجيك بنين. هنا نروحوا يعني الوحده كيفاه وعلاه حتى تعملي بيت الخزين، وش هي الطرق اللي تعملي بها بيت الخزين. اول حاجه تحدي الهدف تاعك، تحدي الهدف تاعك. اذا كان عندك هدف مثلا راح تشري فريجيدير، راح تشري كويزينيير، راح تشري فور، احنا نموتوا على الحوايج، راح تشري بيترا، راح تشري ماشينه لافي. تحدي الهدف تاعك وتخبي على هذاك الاساس. اذا كان راح برك تشري باش تخبي دراهم، مثلا باش تشري العيد ولا باش تصرفي في رمضان ولا باش الصيف تروحي تحوسي، هنا ما تخبيش كلش، خبي غير الحوايج اللازمه، الحوايج الكبيره اللي فيها الدراهم، يعني اللي فيها صح تستهلك منك دراهم. مش تروحي تشري لي باكي تاع خبيره ب 15,000 تقولي لا نخبيه به بعد نلقى دراهم، و 15,000 مش راح يديرك، ما ديرك حتى شيء، ومش راح تستهلكي ياسر الخميره، راح تستهلكي كيما الجيل تاع درك الكل تقريبا ما يخبزش. تلقاها في 3 شهور 4 شهور تستهلك باكي تاع خميره ب 15,000. واش راح دير؟ شري الحوايج اللي تستهلكي منها بكميات كبيره. مثلا اذا تستهلكي انت الزيت ياسر، اشري الزيت، اشري الزيت بكميات كبيره. من بعد كي تولي توفري مثلا 5 بادن ولا 6 بادن تاع زيت، مثلا هذيك السعر 5 بيض نتاع زيت، ولا احسبي انت قداه راح 300 ولا 400 الف توفري منها. اذا كانت تستهلكي مقارونه ياسر، كاين الناس اللي عندهم ولادهم صغار مثلا تلقاها طيب لك مرتين في السمانه مقارونه، ولا طيب لك مرتين في السمانه سباغيتي. احسبي انت مرتين في السمانه ساشي فيها نقولوا غير هاي ب5000 تشراها، مرتين في السمانه 10,000، وضربيهم في الشهر قداه يولك في الشهر 10,000 في 4 سمانات 40,000، وضربيهم في العام يولي لك 400,000. اشري الحاجة اللي تستهلكي منها بكمية كبيرة. تستهلكي قهوة، كاين ناس مريضة بالقهوة تلقاهم يستهلكوا. أنا عندي بيت خويا كيلو تاع السكر يقعد لها نهارين،
ولادها صح صغار بصح يشربوا كل القهوة، حتى كي يشوفوا باباهم يشرب القهوة، حتى من البنات والدراري صغار ويشربوا القهوة. تلقاها العشية تعمل كافيتير هذيك اللي تهز 8 ولا 9 فناجل معمرة الفم، نقولها تشربها كل، تقولي هذه نشربها كل، وفي الليل نزيد نطيبوا واحدة. يستاهلكوا تقريب نقولك زوز بطاط قهوة في السمانة. احسبي زوز بطاط قهوة في السمانة ب40,000 في الشهر، قداه يجيوك في العام، قداه يجيوك. اشري القهوة، مش تروحي تشري لكن انت الزبدة ما تستهلكيهاش خلاه، ولا تروحي تشري الزبدة وتشري بكمية كبيرة، لا، اشري الحاجة اللي تستهلكي منها ياسر. تستهلكي سميد مثلا، كاين الناس اللي تخبز كل يوم، انا واحدة منهم نخبز كل يوم، ديما تلقاو عندي 2 شكاير سميد، ديما نشري، ما نشريش شكارة واحدة لانه ما تكفينيش في الشهر. ندير كسكسي، مش كسكسي، كسكسي هاني شريت بصح بكري ما فنفتل يعني. نفتل العيش كيما في الشتا دركا، ديما ديري عيش، ندير شخشوخة، ندير غرايف، ندير محجوبة، ندير خبز كوشة. ديما نشري شكارة كبيرة 25 كيلو، يا إما نشري معاها الفارينة، يا إما نشري نوعية ملاحة يعني هكا اللي ندير بها الحوايج. اشري قلنا واش تسحقي، واش ياكلوا وليداتك. كاين ناس اللي تروح وحده تقول تروح تشري حوايج ما ياكلوهمش ولادها، تقول لك خاطر شفت القناه الفلانيه شرات، وشفت وحده دارت هكا وشفت وحده دارت هكا. كان لاحظت وانا ما عنديش العدس وما عنديش اللوبيا. الحمص عندي نشري من العام للعام، نشري خاطر الحمص في الصيف يعني يحصدوه. نشوف انا واحد نوعيه ملاحه تاعو تاع الحمص ونشري هكا ونخبيه. الجلبانه هذيك كوم كاسينا ولادي ما ياكلوهاش وما نطيبهاش في داري اصلا. العدس لقيت نوعيه ملاحه، لقيت نوعيه جربتها، قلت دوك نجربها في الدار كي تعجبني يعني ملاحه نروح نشري منها. اللوبيا تاني ما ياكلوهاش ولادي، نشري كيلو يقعد لي ناقص مع 3 مرات، يقعد لي 3 شهور. طيبها تقريبا مره في الشهر، وكي طيبها نص ياكلها ونص ما ياكلهاش. اشري انت وش يحب ولادك، وش ياكلوا ولادك، وش تقدري تستفيدي يعني. كي تعملي هذه دار العولة تقدري تستفيدي، مش تقدري مش تخبي برك جيب اشري وجيب وحط، جيب اشري وجيب وحط، اشري وجيب وحط، تجي تفيقي تلقاي الدار معمرة وانت ما راح تستفيدي منها حتى حاجة. وكاين اللي يعملوا ميزانية، تعمل مثلا ميزانية تاع 100,000، تروح تجيبها كل سكر كل شهر، تروح تقضي القضية تاعها وتجيب هذيك الميزانية اللي عملتها 100,000 تجيبها كل سكر. الشهر الآخر تروح تجيبها كل زيت، الشهر الآخر تروح تجيبها كل قهوة، الشهر الآخر تجيبها سميد، الشهر الآخر تجيبها طماطم. كل وحدة دير، شوفوا كل وحدة دار العولة راهي كل وحدة ديرها حسب طريقتها هي، وحسب وش يخرج عليها هي. ما تعندي حتى قناة وما تعندي حتى وحدة، ديري الشي اللي يخرج عليك انت، والشي اللي تقدري انت تستنفعي منه. هنا هذه شكارة تاع سميد انا شريتها ياقوت، نوعية ملاحة للكسرة، تجي ما شاء الله يعني. مش شرط تشري حاجة ملاحة للكسرة، يجي لابس بيها ب100,000 ينفعك. وهذه هي الفكرة تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكونوا ديتوا معلومات يعني ملاحة من عندي، وان شاء الله نعطيكم افكار، راح نعطيكم كيفاه تعملوا حصالة. استناو الفيديو الجاي ان شاء الله نعمل لكم كيفاه تعملوا حصالة بلا ما تحلوها حتى تتعمر، حتى تتعمر الحصالة تاعك وما تحليهاش. نهاري تتعمر باش تحلها. استنانوا في الفيديو الجاي ان شاء الله، وبارطاجيوا لنا الفيديو وديروا لنا اشتراك في القناة وديروا لنا جيم، وفي الامان.